متابعي جريدة الواجهة، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر عاجل من الجعرة باقليم وزان. خروج ساكنة دوار الخربة للاحتجاج لمطلبها بحقها في الكهرباء لمدة حسب تصريحات ديال الساكنة يقال انه مدة شهرين هما بدون كهرباء، في حالة يعني ماسة المساعدة باش هاد الناس حتى هما ياخذوا حقهم في الكهرباء. غادي تبقاو معنا متابعي الكرام باش غادي ناخذوا الاراء ديال الساكنه باش نطلعوكم على يعني احدث الامور وتعرفوا مزيان شنو هو اللي كاين. اجي اختي عاودي لنا شنو اللي وقع لكم هنايا. عطيتي وحده الحنجره مشات ياك ما بقاش عندكم السوق. لا ما بقى لي نجي والله والله تشوف شي معايا فوق ولا تشوف قال احنا في تلاوت عايشين في تلاوت. لا ما ناضوا ولادنا كلهم حرقناها في الليل. انا شربت 10,000 ريال نجيبها نرميها، راجلي خدامها بالنهار ما كاينش حتى شي حاجه. نحاول سلفت وشريته للعيد رميته برا، ما كاينش حتى شي حاجه، ما كاين لا قانون لا والو في هذا البلاد. حنا كنطالبوا من الملك يشوف فينا لله في وجه الله. طالبين سيدنا يعطينا حقنا، طالبين من سيدة الملك يعطينا حقنا، طالبين من الرايه الملكيه يعطينا حقنا. هذا ماشي عادل، هذا ماشي عادل، هذا ظلم، هذا ظلم. حنا عايشين في الظلم، حنا عايشين في الظلم، حنا عايشين في الظلم، حنا عايشين في العذاب. حنا نشرب 10,000 الدواء نرميها لا ثلاجه لا والو. الله ياخذ الحق، لا ياخذ الحق، لا ياخذ الحق. عاش الملك، يحيى الرايه الوطنيه والمملكه المغربيه، عاش الملك. كما سمعتم متابعي الكرام صراحة يعني هادشي واخا تكلمنا على المشكل ديالكم، شنو المشكل ديالكم نتوما دابا؟ المشكل ديالنا هذا شهرين وضا مفتوح علينا، لا ما لا ضو. نعيشوا مع راجل فيه السكر انا قلتها له، ملي تعدي مع مرا كنا نلقاوها في الثلاجه. دابا الا ما جبناهاش بثروان وجبنا عين الشوكه ما كاين عيش لا والو. مريض عندي ما يخرج ما يدخل، وانا طلعت نكر ديروا ثروان. هذا اللي جبنا بيدون وبغني قال لي نوض الوالده